يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. اسمي عثمان بن سعيد العمري، كنيتي أبو عمرو، وقد رزقني الله بولد أسميته عمرو. وقد أمرني الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن أكسر كنيتي فيقال لي العمري. أنتسب إلى بني أسد، ومن ناحية الأم أرجع إلى بنت أبي جعفر العمري، ومن ألقابي السمان، وذلك لأنني كنت أتاجر في السمن والزيت لأغطي على عملي مع الأئمة عليهم السلام. فإذا حمل الشيعة إليهم مالا أو كتبا جعلته في جراب السمن وأوصله إلى الإمام عليه السلام. وقد بدأت بحياتي في خدمة الإمام الهادي عليه السلام، ولي من العمر 11 سنة، ولي إليه عهد معروف. ومن بعد الإمام الهادي عليه السلام بقيت وفيا، فلزمت خدمة الإمام العسكري عليه السلام، وبقيت على العهد حتى مضى الإمام العسكري عليه السلام، فعينني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نائبا له. ويكفيني فخرا وشرفا أنني خدمت 3 من الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأنهم اختاروني بابا لهم ومن بين شيعتهم، وقد أديت الأمانة بدقة وإخلاص، ولي من العمر 11 سنة حتى توفاني الله، وقبري من الجانب الغربي من بغداد، ولي مقام معروف. اسمي محمد بن عثمان العمري، وكنيتي أبو جعفر، وأنتسب إلى بني أسد، ومن ألقابي الزيات، وذلك لأنني أكملت مسيرة والدي النائب الأول للإمام عثمان العمري. بدأت عملي منذ صباي في معيشة والدي عثمان العمري بخدمة الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، ثم الإمام المهدي عليهم السلام أجمعين. وقد عينني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نائبا عنه بعد موت والدي، وبقيت حوالي نصف قرن النائب الوحيد عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في شؤون الشيعة. وقد نص عن نيابة الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي عليهم السلام، وكما نص علي والدي قبل موته. وقد ظهرت على يدي من قبل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه معاجز كثيرة، كما صدرت بواسطتي تواقيع كثيرة. وقد قيل لي: هل رأيت صاحب هذا الأمر؟ فأجبتهم: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام متعلقا بأستار الكعبة في المستجار صلوات الله عليه، وهو يقول: اللهم انتقم بي من أعدائك. وإن صاحب هذا الأمر ليحضر موسم الحج مع الناس كل سنة، يرى الناس فيعرفهم، ويرونهم فلا يعرفونه. وقد حفرت لنفسي قبرا وسويته بالساج، ونقشت فيه آيات من القرآن وأسماء الأئمة على حواشيه. وكنت أنزل كل يوم في قبري وأقرأ جزءا من القرآن ثم أخرج، وذلك لأني أخبرت من قبل مولاي المنتظر عجل الله تعالى فرجه بأنني ميت في الجماد الأولى سنة 3500 بعد الهجرة،
وقد أمرني مولاي المنتظر عجل الله تعالى فرجه أن أوصي إلى النائب الثالث الحسين بن روح. قبري في بغداد، ولي مقام يعرف بالخلاني. اسمي الحسين بن روح، كنيتي أبو القاسم، لقبي النوبختي نسبة إلى نوبخت من عوامل فارس. وبدأت عملي مع محمد العمري النائب الثاني للإمام، وقد كنت وكيلا عنده أنظر في أملاكه وألقي بأسراره إلى وجهاء الشيعة. وقد نص علي محمد العمري قبل وفاته، وصدرت على يدي تواقيع كثيرة من الناحية المقدسة. وقد جمع العمري قبل وفاته وجهاء الشيعة وشيوخها، فقال لهم: إن حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النبختي، فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه. وقد كنت فاضلا موثوقا لا يختلف في اثنان من الثقات، حتى قال أبو السهل النوبختي في حقي: لو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل. وكانت مدة نيابتي 21 سنة، وتوفيت في 326 هجرية. وقبري له مقام في بغداد يعرف باسمي في سوق الشورجة. اسمي علي بن محمد السمري، وكنيتي أبو الحسن، وقد كنت من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم توليت السفارة المهدوية بعد الشيخ الجليل الحسين بن روح بإعاز من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك بعد خروج توقيعات على يده من الناحية المقدسة. وقد توليت السفارة عن الناحية المقدسة من 326 هجرية إلى 329 هجرية في النصف من شعبان. وقبل 6 أيام من وفاتي خرج من الناحية المقدسة توقيع على يده بانقطاع الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. وقبري في بغداد، ولي مزار معروف في بغداد.